تعالوا مع بعض نعمل حاجة جامدة جدا وفي 5 دقايق هتعمليها. يلا بسم الله. هنجيب كوباية ونحط كمية سكر مناسبة لينا، وهننزل عليها بحليب كامل الدسم، وهنقلب السكر في الحليب وعليهم رشة من الفانيليا. وهنروح نجيب معلقة كبيرة من السمنة او الزبدة، وهنحط فيها معلقتين من الدقيق و3 معالق من دقيق السامولينا او دقيق البسبوسة. وهنقلب كده في السمنة لحد ما نوصل لدرجة اللون اللي احنا عايزينها. يعني بصوا انا هوصل هنا لدرجة متوسطة كده زي ما هوريكم بالظبط. هنفضل نقلب، ويا ريت تكون على نار هاديه. لو عليتي النار تبقى ايدك في التقليب مستمر علشان بتتلسع بسرعه. هنفضل نقلب لحد ما نوصل للدرجه اللي احنا عايزينها. بصوا انا كده هوصل لدرجه يا دوبك بس تاخد لون بسيط جدا كده زي ما احنا شايفين. قولولي بقى في الاخر الدرجه دي مناسبه ولا كانت محتاجه تتغمق اكتر من كده. بصوا كده خلاص انا وصلت للدرجة دي، شايفة ان هي حلوة جدا. فلو شايفين ان هي كانت المفروض تبقى اغمق قولولي. كده تمام. هنجيب بقى كوباية الحليب اللي دوبنا فيها السكر، وهننزل على الدقيق بتاعنا ونفضل نقلب. بقى اهم حاجة في اللحظة دي ان احنا نقلب تقليب مستمر وبسرعة علشان خاطر الدقيق بتاعنا يدوب وما يحصلش اي كلكعه للدقيق او السامولينا مع بعض. هنقلب تقليب مستمر. على فكره ممكن في اللحظه دي نحط بدل الحليب كوبايه الحليب دي نحطها ميه، يعني ممكن تدوبي السكر في الميه وتنزلي بيهم عادي جدا. خطوه دي اختياريه براحتك، حليب او ميه. وهنقلب بقى. بصوا هتلاقوا السامولينا والدقيق شربوا الحليب بتاعنا، وهيبدأ بقى يتقل وهيبدأ يلم معانا. هوريكم دلوقتي اللحظة اللي بيتم فيها التسوية المظبوطة جدا. كده خلاص استوى، كده خلاص لمت معانا. قولولي بقى اسمها ايه. في ناس عارفاها بس بتتعمل بالدقيق بس، وفي ناس ما تعرفهاش. وطبعا موضوع السامولينا ده جديد، وفي ناس بتعملها بالسامولينا بس. يعني هي حاجة كده شبه البسبوسة، نقول عليها بسبوسة سريعة او بسبوسة ال10 دقايق. شوفوا بقى اسمها ايه كده وقولولي لو تعرفوها، واللي ما يعرفوهاش ولو شايفينها ان هي جديدة كل واحد يقولي ليها اسم كده. نحط عليها بقى شويه من السيرب. انا كان عندي سيرب حطيت عليها شويه، ممكن نحط عسل ابيض، ممكن نحط عسل اسود، وحطيت على الوش حته قشطه كده. عايزه اقول لكم جامده جدا، وخاصه لو اتاكلت سخنه قبل ما تبرد. بصوا تحفه. والسامولينا ناعمه قوي. ونحاول ان احنا نظبط كميه الحليب او الميه مع الدقيق والسامولينا. شايفين التحفه والجمال. حاجه كده ممكن نقول عليها بسبوسه سريعه او بسبوسه ال10 دقايق، او سد حنك بطريقه مختلفه شويه. عايزاكم بقى تقولوا لي اسم للوصفه الجامده دي. وبس كده خلاص، وباي باي.